السلام عليكم. كرة القدم فيها 4 ترندات من 15 سنة لم تتغير، سجلوها علي يقولوا محمد عدنان حكالنا. 2 منهم كيانات رياضية و2 هم بشر ولكنهم مش طبيعيين، ريال مدريد وبرشلونة وميسي وكريستيانو رونالدو. لا يوجد أي ترند خامس يكون معهم في نفس المرتبة، مع احترامي للجميع كلاعبين أو أندية أو منتخبات. هذه هي الحقيقة التي لا تنكر. صنف بعد هذا الرباعي ما شئت، فما بالك لما يلتقي 2 من الأربعة وجها لوجه، ميسي ورونالدو أو برشلونة وريال مدريد. هذا ما حصل. كلاسيكو الارض الكبير، برشلونه وريال مدريد يمتعوا البشريه جمعاء بكلاسيكو جميل جدا. الكلاسيكو كان راقي بمستواه الفني، غني باللقطات المهريه، خشن في التدخلات والالتحامات، فهذا هو ديدن الكلاسيكو، مثير تحكيميا. برشلونه يتوج بلقب الدوري الاسباني مش رسميا، بس انا عندي قطعا رسميا. اعشق التهور فاقول برشلونه بطلا للدوري الاسباني موسم 2022-2023. مع ذلك يعلنوها صريحه، برشلونه لن يفرط بلقب الدوري لو على جثث لاعب. ريال مدريد سيركز جل اهتمامه للظفر بذات الاذنين الشامخه، دوري ابطال اوروبا المعشوقه المدلله للملك الكبير. مع انه التحدي في دوري الابطال هاي السنه كبير. زعلانين يا جمهور ريال مدريد انه خسرتوا الدوري هذا الموسم؟ الله اكبر الا تشبعوا. انا نسيتم جنون عظمه ما فعلتم الموسم الماضي. برشلونه يفوز بالكلاسيكو الاياب 2-1 امام اكثر من 95,000 متفرج في الكامب، ويوسع الفارق مع ريال مدريد البسيط الى 12 نقطه بالتمام والكمال. هذا هو الفوز الثالث على التوالي لبرشلونه على ريال مدريد في غضون شهر. صارت احداث منتهبه قبل ضربة البداية، بس قبل ما احكي لكم شو صار، اشتركت في القناة ولا شو وضعك؟ مش عاجبني اداء؟ بقول لك المحتوى انفجاري في القناة في رمضان، بل كانت واحدة من افضل البدايات في تاريخ الكلاسيكو. لا تحفظ من الطرفين، ريال مدريد يهدد بتسديدة يسارية من ابن الذمة من خارج منطقة الجزاء، يرد البومبر ليفاندوفسكي بتسديدة حارقة من خارج المنطقة، تألق كورتوا في التصدي لها. بعدها على طول فرصة ثانية خطيرة لبرشلونة ورأسية من رافينيا، وجد تحليق من كورتوا اللي طار على طريقته وابعدها. بعدها بشوي سيرجي روبرتو اطلق تسديدة من خارج المنطقة، مرت من فوق العرض ببضع سنتيمترات. ترى كل اللي حكيته شفتوه صار فقط في اول 5 دقائق متسابقين. طيب طبيعي انه الهدف الاول ما يتاخر قياسا على هذا الرتم العالي والجرأة من الطرفين، بس صار شيء. فينيسيوس الخبيث، انا ما بعرف هي تعليمات من انشيلوتي ولا هو بنفسه قرر هيك يعمل. تجنب مواجهة أراوخو وابتعد عن الجناح الأيسر في أول 10 دقائق، بالمقابل صار يضم للعمق أكثر من ابن الدنيا ويعمل معه سويتشات. لحظة، تحير أراوخو مش أعمل، صار عنده إيرور. أرجع أضم في قلب دفاع ولا أبقى في مركز الظهير الأيمن؟ خصم اليوم لم يأتي. هون دفاع برشلونة وقع على خطأ ثاني، بالغوا في الضم لداخل منطقة الجزاء، حكم إنه فينيسيوس صار مهاجم أشبه بالصليب، فتحررت الجهة اليمنى لبرشلونة، صارت فاضية. أراوخو ضم كثير للعمق مع كوندي الضعيف وكريستنسن. هلا بقول ليش كوندي ضعيف، بس خلونا نكمل الآن هي الفكرة، لأنه بسببها تم تسجيل هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة. درس تكتيكي مهم جدا. ارتاح خط وسط ريال مدريد وصاروا هم يلعبوا في جهة فينيسيوس.